السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه انا من الحوام. مرحبا بكم فيديو جديد. فيديو اليوم ان شاء الله غادي نخدم معكم ملاقيه بالراندا، وغادي ندخل فيها هاد السينتا هادي. كما كتشوفوا السينتا كتجي الشكل ديالها بحال هكا كما كتشوفوا. كتاخذوا الشكل اللي بغيتو، العرض اللي بغيتو. المهم انا خديت هذه ما فيهاش العرض بزاف، فيها تقريبا سنتيم. غنديرها خفيفه. بالنسبه اللي بغات ديرها عريضه كتاخذ سينتا عريضه وكتلاقيها بهاد الملاقيه اللي غنوريكم دابا. كنتنيو شويه بحال هذا الشكل كما كتشوفوا باش ما تسربش ليكم. الا كنتو غادي تبداو من الفوق، مثلا بغيتو تخدموها في الجلابه من الفوق، كتخدموا من جهه الثوق، كتخليو واحد المسافه ديال 7 سنتيم. عاد كتبداو هاد الملاقيه هادي، راه كنت شرحتها لكم في الفيديو اللي قبل. وكتطويو السينتا تقريبا واحد 3 سنتيم باش ما تسربش لكم. من بعد راه كتنبلوها بالابره والخيط. المهم تبعوا معايا المراحل. هنا كما كتشوفوا خديت غير طريف ديال الثوب باش نشرح لكم الطريقه. ثبتو على خديه وخديت الحرير مبروم على 3، وغادي ندير هاد الملاقيه ديالي. راه ساهله كما شفتوا، راه تنيتها. من بعد غادي نجمع بالابره والخيط. كنضرب ضربه في الثوب وكندير عقده كما شفتوا. كنعاود نشد في السينتا. هاد السينتات هادو او هاد الدونطيل هذا كيتباع المحلات لوازم خياطه، كاينين بزاف الاشكال والانواع، راه رخيصه ما غالياش. كتاخذوا الشكل اللي بغيتو على حسب الثوب ديالكم، اللون كتدخلوا اللون اللي بغيتو. المهم انا خدمت بهذا اللون هذا بالباج باش يبان لكم واضح وصافي. المهم نتوما كتخدموا على حسب اللون اللي عندكم ديال السينتا وصافي. تبعوا غير الطريقه راه غادي تفهموا. كنضرب ضربه في الثوب وكندير بحال الشكل ديال سنينه، وكنعاود نشد في السينتا الفوق. كنحاولوا ما نضربوش الضربه من بعدين بزاف. وهاد الملاقيه هذه كتجي صراحه زوينه، وكتجي بحال خدمتوها كامله بالراندا، خصوصا الا درتو لون واحد. وهاد الطريقه سهله بالنسبه للمبتدئات اللي ما كيبغيوش يخدموا الراندا عريضه، كتجيهم صعيبه. هذه كتجي زوينه في الشكل ديالها، وحتى في الخدمه دغيا كتوجد. انا هنا ما تبتش السينتا ديالي. نتوما حاولوا تثبتوا السينتا كيف درت للثوب، تثبتوها بشي فنيته او لبره باش كتجيكم ساهله تحكموا فيها. كتشدوا في الثوب وتشدوا في السينتا. المهم راه الطريقه واضحه، تبعوا غير المراحل كيف كنخدم. راه ساهله كما كتشوفوا. كنضرب في الثوب وكندير جوج لويات، كنعاود نضرب ضربه في السينتا. وهاد الخدمه هادي دغيا طلعوا بها جلابه. ممكن لكم تخدموها من الفوق من جهه الكول، كتخليو ديك المسافه ديال الفتحه ديال دوره العنق، وكتخدموا هاد الخدمه هادي حتى لتحت جهه الفتحه. كتخليو مسافه ديال الفتحه ولا كتهبطوا بها حتى للعطفه. المهم على حسب كيفاش بغيتو جلابه اولا قفيطين خفيف ديال الدار. وتقدروا تخدموها حتى في نيس الطوق. راه كنت خدمت معكم في واحد الفيديو الا بغيتو تخدموا نيس الطوق، كنت درتها بالسينتا تاع الموزون. الا بغيتوني نعاود لكم الطريقه ديال نصف الطوق خليوها ليا تحت في التعاليق، ان شاء الله نخدمها معكم. ودابا كما كتعرفوا في فصل الربيع او الصيف كنبغيو شي حاجه اللي خفيفه، ما تكونش عريضه ودغيا تخدم. كتكون حتى الاثواب كتكون خفيفه، ما كتبغيش ديك الخدمه اللي تكون ثقيله. المهم انا نكملها.
ومن بعد نوريكم الجهه الاخرى. هنا كما كتشوفوا من بعد ما كملت الطرف الاول غادي نخدم الطرف الثاني المقابل ديالها. كنقلبوا الثوب كنخدموا من التحت. في الاول خدمنا من جهه العنق، دابا غادي نخدموا من جهه الفتحه لتحت. كنحاولوا نقادوا الثوب باش ما يجيناش داك الديكالاج. كما كتشوفوا مثلا هذه هي فتحه العنق، كنحاولوا نقادوها عاد كنخدموا هنا داك الشويه اللي خليت ديك 3 سنتيم. من بعد راه كنجمعها بالابره والخيط. المهم كنبدا من التحت كنخدم الخدمه كما خدمت في الاول، هي اللي كنخدم في الجنب الثاني باش ما كتجيناش الخدمه مقلوبه، كتجي مقاده. وحاولوا ديروا الضربات بحال الجهه الاخرى يكونوا متساويين ومقادين. حاولوا غير تثبتوا الثوب والسينته بالفنيت على الخديه باش ما تحركش لكم وتحكموا في الثوب ديالكم. حتى بالنسبه للشياطه اللي كتبقى لكم لجهه العطفه كتخليوها من بعد كتجمعوها بالابره والخيط مع العطفه، ولا درتوا الفتحه راه حتى هي كتجمعوها بنفس الطريقه اللي وريتكم في الاول ديال الفتحه ديال الطوق ديال الكول. صافي كنستمر بنفس الطريقه كيف خدمت في الجهه الاولى. غيتبعوا المراحل راه غادي تجيكم ساهله، كومي شويه ديال التركيز. هنا كما كتشوفوا غادي نكمل هاد الجهه هادي بهاد الملاقيه حتى نكملها، ومن بعد نرجع نوريكم التتمه. هنا من بعد ما كملت الجهه كما كتشوفوا الشكل ديالها كيجي رائع وشكل مغاير على اللي كنشوفوا دائما. داك الزواق اللي كيجي في السينته بحال شكل البريد، انا درت لكم لون مغاير باش تبان لكم واضحه في التصوير. وهاد شويه اللي بقى ليا هنا في السينته كنخليوها باش من بعد كنجمعوها بتنبيله بالابره والخيط صافي. ومن بعد نرجع نوريكم التتمه. هنا من بعد ما جمعتها بالابره والخيط نفس الشيء كنديروه لتحت. الا كنتو غتهبطوها حتى العطفه كتجمعوها مع العطفه وكتنبلوها بالابره والخيط، ولا درتو الفتحه كديروا نفس الشيء باش خدمت في الاول تنبيله. وهذا هو الشكل ديالها، صراحه كتجي زوينه وشي حاجه مغايره على الملاقيات اللي كنشوفوا دائما. نتمنى اخواتي هذا الفيديو يعجبكم
وتكونوا استفدتوا منه. ما تنساوش تخليو لي لايك الى عجبكم الفيديو باش تشجعوني، وتخليو لي التعاليق ديالكم، وبارطاجيو لي فيديو باش تعم الفائده. ومع السلامه الى فيديو جديد ان شاء الله.